يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة بارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. من القائل؟ إنه جعفر الطيار من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي الطيار؟ ولماذا قال هذه الأبيات عندما قطعت يديه اليمنى ثم اليسرى وهو يحمل راية المسلمين في غزوة مؤتة؟ وإليكم التفاصيل. في غزوة مؤتة عندما اجتمع المسلمون ضد الروم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب زيد فليكن الأمير جعفر بن أبي طالب، وإذا قتل جعفر فليكن الأمير بعد ذلك حامل الراية هو عبد الله بن رواحة. فتحتدم المعركة في مؤتة في الأردن، فمات زيد رضي الله عنه وأرضاه. قتل زيد رضي الله عنه وأرضاه وأصيب، فأخذ جعفر الوصية وأخذها قولا وفعلا، ثم دخل إلى أراضي المعركة وهو يقاتل، وكان معه فرس شقراء جميلة جدا. ثم عندما توسط الكفار من الروم عقرها وقتلها حتى لا يفر عليها وحتى لا يقبن، رضي الله عنه وأرضاه. ثم قاتل وكان يضرب يمنة ويسرة، ثم أخذ الراية فأصيب رضي الله عنه وأرضاه. وقبل ذلك كان ينشد هذه الأبيات: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. ثم انطلق كالسهم، ثم انطلق كالأسد المغوار إلى هامات الكفار، يضرب باليمين واليسار. ثم أتى إليه جند إبليس رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل، فقطعت يده اليمنى، ثم أخذ هذه الراية حتى لا تسقط بعضده، ثم قطعت وأصيب شماله وقطعت يده الشمال، فاحتضنها رضي الله عنها وأرضاه حتى لا تسقط. ثم طعن كما قال أهل السير 90 طعنة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، رضي الله عنه وأرضاه، وخضب بالدماء. ثم يوم القيامة يكون الطيار رضي الله عنه وأرضاه يطير مع أهل الجنة، مع الأنبياء والملائكة.